السلام عليكم حبيباتي، ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي قناة في بيتي. اليوم راح نشارك معكم روتيني الخاص يعني الصباحي. روتين خفيف راح يكون فيه تنظيم المشتريات وبعض الأشياء الأخرى راح نشاركها معكم بإذن الله. تابعوا معي هذا الفيديو. أول شيء مع الصباح بعد يعني فطور الصباح قمت بغسل الأواني تاع فطور الصباح، وكذلك الأواني اللي خاصة بالأتاي تاع السهرة تاع البارح، وبعض العلب اللي راح ننظم فيهم كذلك المشتريات اللي كانوا خلاصوا. يعني انا راني نغسل كامل الاواني كما راكم تلاحظوا هنا البنات. راح نواصل في غسل كامل الأواني، وبعد ذلك راح ننظم بعض المشتريات الأخرى فيما يعني وضعت بعض العلب راهم يقطروا، راح نخليهم يقطروا مليح. وفي نفس الوقت راني هنا نحضر في يعني ننظم في هاد المشتريات. كنت وضعت الماء على نار يغلي، راح ندير الغدا ديالي سباغيتي، يعني نستغل الوقت من نوما. هنا راني نظمت الفرينه ديالي في العلبه ديالها، وكذلك هاد السطل راح ننظف فيه نفرغ فيه هاد السميد، يعني كل حاجه في العلبه ديالها يعني راح ننظمها. يعني كنت قضيت البارح مع الصباح نوضت يعني ننظم هاد الاشياء. كذلك نظمت الخميره يعني لا ليفيغ شيمي تاع الحلوى مع يعني السكر فاني. وكذلك هنا راح نضع القهوه يعني في العلبه الخاصه بها. يعني راح تنظمي كل حاجة في بلاصتها، يعني راح ترتاحي نفسيا وكذلك جسديا، متبقايش كل مرة حاجة في بلاصة. كذلك هنا عندي العلبة الخاصة بالأتاي، راح نفرغ فيها الأتاي. وهنا كذلك راح نضع سباغيتي كما راكم تلاحظوا، نضعها بهذا الشكل يعني ما نفرغهاش على خاطر نستعمل نص باكي في يعني وقت الفطور او يعني العشاء، في الغداء ولا في العشاء. كذلك راح ننظم هذا الورق الخاص بالمطبخ في الحامل ديالو، هذا يعني اللي نوضعه فوق الطاوله. وكذلك راح نضع في الحامل اللي لاصق على الثلاجه. يعني راح ننظم كل حاجه في بلاصتها يعني. وبعد ما قمت ببعض التنظيمات وفيما يعني راه العلب الأخرى راح تقطر، راح نحاول كذلك نقي الطماطيش. أنا كان زوجي جاب لي يعني كمية لا بأس بها من الطماطيش، يعني على خاطر راه الحال مع البرد راح تزيد في يعني بدات بعض الخضر يزيدوا في السومة نتاعهم. كانت شويه فيها ليطاش وكلش، حاولت الخضراء واللي راه مازال يعني ماشي طيبه بزاف حطيتها على جنب، والاخرى راني نحاول نقيها كامل ونرحيها ونديرها في الروبو كما راكم تلاحظوا هنا البنات. وكنت يعني غسلت هذاك لي كوبلي اللي خاص بالعصائر، غسلته مليح ونقيته وخليتهم يقطروا مليح. يعني بعد ما نرحيها راح نوضعها في هذاك لي كوبلي. هادو تاع البلاستيك كما راكم تلاحظوا هنا البنات، راح نوضعهم بهذا الشكل. هنا راني كملت البنات كامل كما راكم تلاحظوا تاعتهم في هاد السنيوه. راح نحاول نغلفهم كامل بهذا الورق الشفاف، يعني ورق السلوفان هذا اللي خاص بالمطبخ. بهذه الطريقه راح نحاول نغلفهم كامل، يعني باه ما ياخذوش هذيك الريحه اللي في الكونجيلاتور، يتغير كذلك الطعم تاعهم. يعني هكا البنات يعني راح نستعملها كل كاس راح نستعمله، يعني اذا كان درت الغداء ولا العشاء راح نخرج كاس قبل بساعه او بساعتين عادي يعني. يعني راح نبدا نسلك الطماطيش الاخرى اللي عندي في الثلاجه، وهاد اللي رحيتها راح نخليها من بعد كي نسحقها، يعني نجبد كل مره كاس.
وبعد ما كملت كامل راح ندخلها الكونجيلاتر ونخليها حوالي ساعتين او اكثر، ونكمل نواصل في تنقية بعض يعني الاشياء الاخرى. هنا راني نقيت الروبوت ديالي مليح، وكذلك راح نعمل بقلاوة التركية، فلذلك راني حمصت الكاوكاو. وهنا راح ننظم البيض ديالي كامل في العلبة تاعو الخاصة به. كذلك اللي تبقى راح نضمو في هذه العلبة الصغيرة. وبعد ما قطروا هاد يعني العلب راح نحاول نفرغ فيهم كامل هاد المواد الغذائية. كما راكم تلاحظوا هنا البنات. يعني هكا يعني ما يبقاش عندي هذاك لي ستوك تاع المواد. يعني كل حاجه نظمها في العلبه ديالها. وبعد ذلك بعد ما يعني قلت لكم مازال ما ديسيديتش شنو راح ندير بهم، قررت انه هاد المنشفه نقطعها يعني قطع على 6 تقريبا. راح نعملها يعني نمسح بها البوطاجي، نقي بها الطاوله ديالي تاع العمل، وكذلك راح نقي بها الفريجيدار. نحاول نقسمها بهذه الطريقه على 6. هنا المقص كان شويه ناقص، رحت غيرت واحد اخر. كما راكم تلاحظوا هنا راني غيرت مقص واحد اخر، هذا الخاص بالخياطه. راح نحاول نقصها بهذا الشكل. ومن بعد راح نزيد نقسم كل قطعه على نصفين، يعني راح نتحصل على 6 قطع. راح نواصل بهذه الطريقه. هنا راح نطوي الباقي على 2، ومن بعد راح نزيد نطويها كل يعني واحده نطويها على 2 كذلك. يعني حاولت نختصر لكم هذا الفيديو على قدر الامكان، فقط فيديو تحفيزي. نتمنى البنات يعني تشاركوا هذا الفيديو، تخليوا لي تعليقاتكم في الاسفل، وبهكا يعني تتشجعوا. انا ولات عندي 4 قطع، راح نكمل القطعه الاخيره نقسمها على قسمين كذلك. هنا راني تحصلت على هاد 6 قطع، 6 قطع عفوا. وكذلك بالنسبه لهذا الليفه او لاجاكس تاع المعن راح نقسمها على قسمين، بما انه كبيره انا اخذتها على الكاليتي، فلذلك نقسمها 2 راح تساعدني يعني في الغسيل. وبهذا الشكل نكون نظمت كامل المواد تاعي. وبعد ما جمدت لي هذه الطماطيش راح نوضعها في يعني علبه، يعني مانيش راح نخليها في هذيك السنيوه، وانما فقط وضعتها باه يعني تجمد، باه ما يعني تتحركش وتبظى. بعد ذلك راح نوضعها في هذه العلبه ونغلق عليها ونرجعها للكونجيلاتر عادي. وهنا البنات بعد ذلك راح نحضر هذه البقلاوه التركيه الملفوفه اللي كنت شاركتها معكم في المشتريات عندي، وشحال راني حابه نسيها ونحضرها. ان شاء الله باذن الله راح نشاركها يعني معكم في فيديو اخر بكل تفاصيل، يعني كيف حضرتها كامل. هنا فقط راني شاركت معكم مقتطفاتي. هنا هذا هو الشكل النهائي البنات تاع البقلاوه ديالي بعد ما طابت وسقيتها ورشيتها بالكاوكاو. هي في الاصل ترش باللوز عفوا بالفستق الحلبي، ولكن معليش كل واحد ومقدوره. يعني طعمها جاء ما شاء الله رائع ومقرمشة في نفس الوقت،
تكون طرية ومقرمشة. هذا هو الشكل النهائي البنات، نتمنى يعجبكم. واذا عجبكم هذا الفيديو البنات ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة اللي مازال مشتركتش، واللي راه مشتركه نتمنى عفوا تفعل زر الجرس حتى يصلها كل جديد باذن الله. اذا كان عندكم فيديوهات اخرى او اقتراحات ما خليوها لي في التعليقات.